ازيكم عاملين ايه؟ عملت معاكم الفيديو اللي فات وصفة البيتيفور بالسمنة. وصفة حلوة جدا وجميلة، وقلت لكم استنوني هنزل لكم الفيديو بتاع تزيين البيتيفور. بصوا شكله جميل قد ايه وحلو قوي، والبيتيفوراية دايبة وفي نفس الوقت ما بتتكسرش في ايدك. يلا انا عملت ايه بقى. المربى بحب احطها في الكبة واضربها لحد ما تنعم تبقى بالشكل ده. لما باجي ازين بيها بتكون سهلة جدا معايا وما بتدوخنيش زي لما بتكون قطع جامدة. تمام، دي اول حاجة جهزتها. وجهزت ايه تاني؟ جبت سوداني متقشر كده كويس ونضيف، وجيت ضربته برضو في الكبة حسب ما بتحبوه، يا اما مجروش ناعم يا اما نص نص. بعد كده هاخد نصه واسيب نصه سيبته زي ما هو، والنص التاني هنعمل ايه بقى؟ هعمل معاكم وصفة الفستق الكداب. ازاي؟ ده لون اخضر اهو بستعمله، ودي ريحة فستق بيتجابوا من اي محل مستلزمات حلواني. بحط كده لون اخضر على السوداني، وببدأ اقلبه كويس قوي. على فكرة في كذا طريقة انه يتعمل بيها الفستق ده، بس دي الطريقة السريعة اسرع حاجة، فانا كنت بعملها علشان انجز. ممكن ابقى اعمله معاكم تاني بطريقة تانية. بحط كده لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. تمام. بعد كده حطيت زي معلقة شاي من ريحة الفستق، وقلبته كده لحد ما بصوا بقى جاهز معايا. بعد كده بقى ببدأ أعمل إيه؟ أنا بحب ألزق البوديفور كله مرة واحدة، بعد كده أبدأ إن أنا أزينه بالشوكولاتة والحاجات التانية. بحط كده نقطة بسيطة في قلب البوتيفورية في النص، وبقفل عليها ببوتيفورية تانية. ما تزودوش مربى كتير، لأن المربى خلي بالكوا بتطري شوية البوتيفور. يعني اللي بيزين بيقفل بالشوكولاتة، الشوكولاتة ما بتطريش البوتيفور، لكن المربى بتطري شوية، بس احنا بنحبها. يعني بنحب طعمها اكتر من الشوكولاتة في البوتيفور. بصوا بقى الكمية كلها ما شاء الله انا قفلتها كلها مرة واحدة، عشان لما ابدا ازين يبقى كله جاهز معايا وابقى سريعة. ما بقاش واحدة واحدة لسه بمسكها اقفلها وازينها. طبعا دي شوكولاتة خام بيضة وبني، انا سيحتهم على بخار مية بمعلقة زيت. معايا جوزة الهند، معايا السوداني المجروش اللي طحنته معاكو، وبعد كده شوكولاتة فرماسير الوان، ومعايا طبعا الفستق اللي انا عملته الكداب اللي هو باللون وبريحة الفستق. طبعا الجو احنا لسه برضو مش حر قوي، لسه في برد، فالشوكولاتة بتعمل بسرعة، بتبرد بسرعة وتلاقيها مسكت. فانتي لما بتقفلي كله بالمربى وتبدأي بقى تعملي بالشوكولاتة، ايدك بتكون اسرع، فلو عوزتي حتى ان انتي تدفيها مرة كمان هتبقى مرة واحدة في النص كده. وطبعا كل واحد على حسب كميته، انا كنت عاملة معاكم ده نص كيلو بس. بعمل بقى ايه التزيين ده بقى براحتك خالص، حسب ما بتحبي تزيني بتعملي الاشكال ازاي. انا بس وريتكم كذا، هوريكم كام فكرة كده انا عملتها في التزيين هتعجبكم. بصوا بقى انا بحب احط على صينية عشا كبيرة علشان ازين واحط كده بعيد عن بعض، واسيبه لحد ما ينشف قبل ما ابدأ اعبيه في علبة الحافظة. بسيبه على الصينية كده شوية لحد ما الشوكولاتة تمسك وتنشف ويمسك خالص، وبتكون الحاجة سهلة قدامي، باخد وبحط كده. الشوكولاتة البيضة دايما معايا بتمسك أسرع شوية من الشوكولاتة البني. فأنا بدأت بالوصفات اللي أنا هعوز فيها الشوكولاتة البيضة، بحب أحطها على البيتيفور اللي معمول بالكاكاو. بصوا بقى سريع كده، باخد من الشوكولاتة البيضة واحط سواء جوزة الهند او اي حاجة تانية. بعد كده حبيت اعمل فكرة كده، اخدت معلقتين وحطيت عليهم لون اخضر وخلطته كويس قوي كده. لقيتيه تقيل معاكي شوية، حطيت بس نقطتين زيت. بعد كده انا مش هنعمل كتير يعني بيه. بعمل ايه بقى البيتوفور كده، بنزلها شوية في اللون، وبحط عليها جوز هند. بصوا بقى بتبقى شكلها مختلف وحلو جدا، اللون الاخضر من تحت وعليه جوز الهند من فوق، بيكون لذيذ قوي. بصوا اهو.
فكرة برضو مختلفة وشكلها حلو. على فكرة لون الطعام ده ما فيهوش حاجة مضرة، هو مجرد لون بس كده وملهوش طعم كمان على فكرة، ومجرد ما بينشف خلاص لا هيبهدل ايدك ولا اي حاجة. بعد كده بقى عملت بالشوكولاتة البني، شوية في جوز الهند، السوداني، الشوكولاتة الفرماسي. يعني التزيين ده بقى ليكي ايه براحتك، انا حبيت بس اوريكم كل شكل انا بعمله ازاي. وانك تفردي على صينية على فكرة ده مريح جدا جدا، هيريحك وهتلاقي ايدك سريعة وكل حاجة جنب بعضها فتنشف من غير ما تتبهدل معاكي. انا مسرعة الفيديو. بصوا بقى الشكل النجمة ده هنعمله ازاي. انا بنزل كده الوش بتاعها في الشوكولاتة وبسيبها تنشف كده على جنب. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بعد كده بقى باجي على الشوكولاتة البيضة، لازم تكون سايحة شوية علشان اعمل خطوط زي ما انتوا شايفين، ارفع كده وانزل خطوط بايديا وتكون سريعة على البوتيفور بالشكل ده كده. بصوا حلوة جدا وشكلها بيبقى لذيذ. انا طبعا هكمل الكمية كلها بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. كملت كله بالشوكولاتة كده علشان اسيبها تنشف وتبقى سهلة بالنسبة لي، واقعد بقى اعمل بالشوكولاتة البيضة سريع سريع. طبعا الجو وانا بعمله كان فيه كده شوية سقعة وكنا بالليل مش بالنهار، فكان بتنشف معايا بسرعة. بعد كده بقى كملت باقي الاشكال بتاعتي. وكده خلصت الكمية كلها. عايزة اقول لكم يعني ما اخدتش وقت طالما حضرت كل حاجة جنبك بتبقى الموضوع سهل. بصوا شكله كيوت وحلو خالص وجميل. عايزاكم تجربوا الوصفة دي عشان هتعجبكم جدا. وبالسمنة كمان، احنا دايما بنعمل بالزبدة انا عارفة، بس بالسمنة بجد بيدي نكهة لذيذة وطعم السمنة بيكون حلو جدا فيها. وبيدوب يعني حلو قوي قوي للي بيحب البيتيفور الناعم. دي كده كانت الكمية معايا اللي انا عملتها، شكلها لذيذ وحلو. اتمنى لو الفيديو عجبكم انكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو انتوا مش مشتركين ياريت تشتركوا وتعملوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله. ويا رب وصفة البيتيفور تكون سهلة وبسيطة وعجبتكم. عايزة اقول لكم ان انا هنعمل وصفة قراقيش بطريقة كده حلوة جدا وسريعة جدا جدا وسهلة من غير بقى التقطيعات والفرد والعمايل الصعبة دي. هعمله بطريقة سهلة، فاستنوا الفيديو الجاي واشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.